اهم جم. لا سيبوني، انتوا عايزين مني ايه؟ انتوا مش هتقدروا عليا. اوعوا تفتكروا ان انا ضعيف. انا جامد قوي. اوعى حد يقرب مني. انا قوي جدا. اوعى حد يقرب مني. انا قوي. يا وعد يا وعد، ايه حكايه الصحفي ده يا بنتي؟ وانت عايزه ايه منه؟ يا ماما انا كنت عايزاه يجمع لي معلومات، ومحمد خلاص جابها لي، وكل حاجه دلوقتي بين ايديا على السي دي ده. يا سلام. والسي دي ده بقى فيه ايه ان شاء الله؟ السي دي ده عليه كل فضايحهم واسرارهم وكل حاجه عن الجنود الزرق. يا بنتي انت مش ناويه تقفلي الباب ده؟ الله، مش كفايه اللي حصل لنا منهم؟ ولا انت ناويه تجري شكلهم تاني؟ يا ماما وانا كنت جريت شكلهم اولاني، وبعدين اوعي تفتكري ان هم شالونا من دماغهم. دول قاعدين ومستنيين لنا على غلطه، بس احنا مش هنفضل ساكتين. انا لازم ابقى جاهزه عشان ما نلاقيهمش فوق دماغنا واحنا مش جاهزين لهم. انا مش فاهمه نص الكلام اللي انت بتقوليه، لكن بصراحه انا قلقانه عليكي. انت لوحدك هتعملي ايه؟ اولا يا ست رعد انا مش لوحدي. ثانيا هعمل ايه؟ لا هعمل ونص. انا مش هسكت ولا هسيب الناس اللي في الجزيره المرصوده كده من غير ما ادور عليهم. بس انتي ما تخافيش. الخوف ده حاجه بسيطه، لكن انا مرعوبه. 100 مره قلت لك ما تظهرليش كده مره واحده. ايه اتخضيتي ولا ايه؟ اتخضيت من ايه ان شاء الله؟ وايه اللي بيخض يعني؟ واحنا هنفضل بقى نتفرج على بعض كده وما نعملش حاجه؟ هنعمل ايه مثلا يا فالح؟ لا في ايدينا نعمل حاجات كتير، بس المهم ان احنا ما نتفرجش عليها كده يعني. شكلك كده في دماغك دي في حاجه، ما تقول كده على طول وتنجز في ايه في دماغك. اسمع كلامي. لو في مصلحه لينا كلنا انا موافقه. يا ابن اللذينه، اما حته فكره. موافقه يعني؟ موافقه، يلا بينا. اسكتي يا رعد على اللي عملوه فيا الشغالين بتوعك. اسكتي. ايه ده عملوا فيك ايه يا حبيبه عيني؟ قولي لي مين هم وانا اطردهم لك من هنا. هم فين؟ اقول لك ايه بس ولا ايه؟ ادريس ولا كلكم؟ والشغاله اللي انا مش عارفه شكلها ولا حجمها لحد دلوقتي. لا اخصى عليكي. مين؟ سعديه دي طيبه، دي حنينه، دي نسمه. سعديه غلبانه ونسمه ده كان فاضل تضربني انا وبنتي. لا وكلكم كل ما اطلب منها اي حاجه، اكل ولا حاجه، تحسسني انها تعمل لي عزومه. لا اصل هم دول ولاد ناس مش واخدين الخدمه في البيوت. نعم. ليه بقى ان شاء الله؟ يكونش حضرتك جايباهم اجر وحسنه؟ ادريس ده كان بيشتغل عند جدي، لما جدي مات ورثه لابويا، لما ابويا مات ورثهولي، يعني هو ده اللي فاضل لي من الورث. وسعديه بقى بنته من زينه اخر مراتاته. ليه؟ هو كان متجوز كام ان شاء الله؟ تقريبا كده حوالي 30. حتى فريد الأطرش غنى لهم في فرحهم: زينة زينة زينة، زينة غالية علينا ترارا. يا رعد فريد الأطرش ده مات من زمان، ده حتى عظامه بقت مكاحل. ايه مات؟ اخصى عليك يا فريد، ما قلتليش. صوري ما كنتش اعرف. اكمل لك بقى الحكايه. يا رعد فوقي بس معايا حكايه ايه؟ انا عايزه بقى اقول لك على الست العجوزه اللي كل ما تشوفني تقول لي سلمي عليا. دي كرهتني في ان انا احط ايدي في ايد اي حد. اخصى عليكي يا قطه، ده كلام يا حبيبتي. المفروض تسلمي عليها تاخد البركه. ايوه دي البركه بتاعتنا. دي جدتي مرات خالي، بس يا حول الله عندها زهايمر كده من يجي 70 سنه. 70 سنه؟ ليه يا رعد؟ هي عندها كام سنه؟ هي تقريبا كده اكبر من امي بحوالي 50 سنه. تصدقي يا رعد؟ لا دي اخر علاقتي بيكم. لا انتوا باين عليكم كلكم عيله مجانين. لا احنا عفاريت. عفاريت؟ ايوه فكرتيني. كلكم بقى والعفاريت اللي طلعوا لي وكانوا عايزين يمشوني من البيت. انت بجد طلعوا لك؟ يا دي الهنا يا دي النور، دي حاجه بسيطه. تحبي تشوفيهم تاني؟ لا يا رعد، لا انت مجنونه، انت مش طبيعيه. اشوفهم تاني؟ ليه يا رعد؟ بتعملي فيا كده ليه يا رعد؟ لا انا مش عايزه اعرفك تاني يا رعد، مش عايزه اعرفك. ايه ده؟ دي مجنون، ده يخرب بيت ابوك، ده عنده هوسه. إنه بيطفرة. يا وعد يا سعد يا شاهد، يا ولاد الباب عمال يخبط، محدش عايز يفتح الباب. يا وعد. ايوه يا ماما في ايه؟ الله يا بنتي، الباب بيخبط من بدري ومحدش بيفتح الباب ليه؟ طب خليكي افتحه انا. امال اختك وسعد فين؟ انا عارفه،
مساء الخير. مساء النور. محمد فوزي. مش عايزين زباله النهارده. الحقيقه انا مش زبال يعني، بصي في شكلي محمد فوزي. محمد فوزي المطرب؟ الله انا كنت بحبك قوي، بس الله يرحمك. كل البنات اللي عندهم 16 سنه كده يبقى عندهم هبل. الله يرحمك، انا كنت بحبك قوي يعني. انا مت جاي لك بالروح. محمد فوزي المخرج التلفزيوني بتاع البرنامج الشهير احنا معاك. مساء الفن. لا، مساء الفن ده الجزء الثاني انا هعمله خارجي. لحق يتسرب، لحقوا الناس يقولوا على البرنامج. حرام يا ناس بتحرقونا كده. اخلص، عايز ايه يعني؟ انا جاي اعمل لقاء مع مدام رعد، الاستاذ سعد الانسه هي حاجه بتتاكل مع الجبنه. الانسه بطيخ؟ لا غير البطيخ، حاجه تانية. الانسه شمام؟ لا غير الشمام، قريبه من كنتالوتس. ايوه الانسه شهد. قالوا لي ان في عفاريت ولا مؤاخذه بتظهر في الشقه هنا وكائنات غريبه، فاحنا جايين نسجل يعني. اللهم احفظنا يعني، اللهم احفظنا، امين يا رب. اللهم احفظنا. عملوها العيال. طب اتفضل في الجنين، اتفضل. الجنين من حياتي؟ اتفضل. انت يعني لا مؤاخذه عفريت ولا انس ولا جن يعني؟ لا انسى انت الموضوع ده، اتفضل. وايه ده كنافه؟ يا عم امشي بقى، جايالك. عايزه كنافه في رمضان ولا لا؟ ايوه كده ده شكري، انا كده مين سوبرمان، محدش هيعرفك. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملتيه انت والاستاذ سعد ده، وازاي تعملي حاجه زي كده من غير ما تاخدي رايي؟ يا وعد يا حبيبتي، انا وسعد لقيناكي قاعده لوحدك ومتضايقه قوي وشايله همنا وهم الناس اللي في الجزيره، واحنا واقفين نتفرج عليكي. كل اللي احنا فكرنا فيه ان احنا ممكن نبلغ الصحف والجرايد والفضائيات علشان نحول الموضوع قضيه راي عام. قضيه راي عام، وكل ده بقى من غير ما نعرف ولا يتاخد راي. يا بنتي والله احنا كنا عايزين نساعدك. والناس بقى بتوع الصحف والتلفزيون يبقوا يعرفوا ان سعد ده مين بقى ان شاء الله. اكيد حكيت لهم، ما انا عارفاكي. هو انا عبيطه؟ طبعا كلهم فاهمين ان سعد ده ابن خالتي. امال حكيت لهم ايه بقى ان شاء الله؟ ابدا، كل اللي انا قلته ان في مخلوقات غريبه بتهددنا وبيظهروا لنا باشكال وحشه وبيهددونا بالخطف بس. وبس ليه؟ ما كنت حكيت لهم كمان على كانت كونيله ملته الارض